تخيل انك تكسب 315 مليون دولار بس في الاخر تنتهي مفلس. ده أنا لو خدت بس مليون واحد ده انا هقطع مع اصحابي كلهم. في واحد اسمه جاك واتكر، راجل فاز باليانصيب وكسب 315 مليون دولار في سنة 2002، بس في خلال 5 سنين خسر كل حاجة. ازاي ده حصل؟ لانه صرف الفلوس بتاعته بدون اي تخطيط، ووزع الملايين على ناس استغلوه وضحكوا عليه، وحياته بقت سلسله من القرارات الغلط. الراجل كان بيدي اي حد بيقابله الاف الدولارات، دخل في مشاريع فاشله بدون دراسه واتسرق منه ملايين وهب بالدنيا خالص. طب لو رجع بيه الزمن تفتكر كان ممكن يعمل ايه؟ ببساطة ان هو محتاج يستثمر قبل ما يصرف اي حاجة، محتاج بس يحط ميزانية، يحمي فلوسه، يعمل حاجات بسيطة جدا كانت ممكن تخليه غني طول حياته كلها. وعندنا مثلا مثال تاني، مايك تايسون كسب 300 مليون دولار لكن صرفه على قصور وعربيات وانتهى برضه مفلس. فالاتنين دول في سر واحد ما بينهم بس هو اللي مهم. فالسر هنا اللي احنا فعلا محتاجين نتعلم ازاي ندير فلوسنا، لان هي مش بكترها، هي ازاي بنستغلها صح. ولو عايز تتعلم اكتر عن ازاي نستغلها صح ما تنساش تعمل لي فولو.